أرحب بضيفي الكاتب والباحث السياسي حسن بديع. أهلا بك أستاذ حسن. مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ حسن، يعني تظاهرات تملأ الدول الغربية وقد تمددت من أمريكا إلى دول أخرى كفرنسا وكندا وألمانيا وغيرها من الدول. هل هو منسوب الإجرام الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي كان سببا في انطلاق هذه التظاهرات أم أن هناك أهداف سياسية لها؟ لا، هو بالتأكيد حجم الإجرام الإسرائيلي والصهيوني غير المسبوق والذي ليس له مثيل والذي فاق كل التوقعات والتصورات هو السبب الرئيسي في تحريك الضمير الإنساني والعالمي والشعبي في العالم أجمع ضد الجرائم الصهيونية. وبالتالي مع استمرار هذا الإجرام الإسرائيلي نتوقع مزيد من ردود الأفعال الشعبية المتصاعدة في جميع دول العالم بلا استثناء، لأن الأمر أصبح يمس الضمير الإنساني في الصميم. برأيك حتى الدول العربية سنراها قد تستجيب وتتحرك مع ما يحدث أو أسوة بما يحدث في الدول الغربية؟ والله نتمنى أن يتحرك الشارع العربي، لأنه ليس من المعقول أن يكون في هذا الصمت المؤسف. صحيح هناك ضغوط عنيفة من الأنظمة العربية، لكن لابد أن تتنوع وسائل وأساليب الرفض والمقاومة والدعم لشعبنا العربي الفلسطيني. هذا ما يجب أن يتم في كافة العواصم العربية بلا استثناء. الدول العربية تخوض مسار من المفاوضات وعلى رأسها مصر، يعني تتصدر الآن مصر مسار المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة للتهدئة. أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي يقول أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لمصر للمضي قدما في الصفقة. ما المقصود بالضوء الأخضر؟ يعني ممكن نقول أن المقصود أني يعني التوصل إلى اتفاق المفترض أن تتم فيه الاستجابة إلى المطالب المشروعة للمقاومة الفلسطينية، لأنها مطالب ضرورية وحتمية وتشكل الحد الأدنى، والتي بدونه لا تكون هناك قضية فلسطينية ولا نصرة فلسطينية. أعتقد أن هذا هو المقصود بالأمر كله. طيب، أيضا الإعلام العبري عن مسؤولين إسرائيليين يقولون بأن مصر تستطيع أن تضغط على المقاومة الفلسطينية حماس للتوصل إلى صفقة. ما هي الشروط التي يمكن التحرك فيها والتي لا تقبل يعني حماس تطرحها ويمكن أن تقبل التنازل عنها أو عن واحد منها؟ يعني أقل من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف إطلاق نار دائم ومستديم وعودة النازحين، أقل من ذلك لا يمكن القبول به. وعلى أن تكون هذه الخطوات هي خطوات تمهيدية لقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دوليا وعالميا. غير ذلك هو عبث. أقل من ذلك لن يستقيم الأمر. طيب، ما رأيك اليوم بوضع مقارنة ونوع من المقايضة ما بين أي صفقة للتهدئة مقابل عملية رفح إلغائها أو تأجيلها من قبل الكيان الإسرائيلي؟ هل يصلح هذا الأمر؟ يعني أي صفقة تهدئة لا تتضمن الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق نار دائم وعودة النازحين ليست صفقة على الإطلاق، لا تهدئة ولا غير تهدئة. فإما أن يتحرك العالم كله ويمنع مجزرة رفح المرتقبة بين لحظة وأخرى، ويمنع هذه العملية الإجرامية في حق الأمة العربية كلها وفي حق الضمير الإنساني والعالمي وبكافة الوسائل، وإما يتحمل العالم أيضا ما سوف يحدث وما سوف يجري ويتم على الصعيد العالمي من تظاهر للسلام العالمي ومن ردود أفعال وعواقب مترتبة على هذه الجريمة البشعة لو تمت. ويكفي ما لحق بقطاع غزة
من دمار شامل وإبادة واستشهاد أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن وغير ذلك من الأمور. مصدر إسرائيلي، وهي تسريبات، مصدر إسرائيلي رسمي يقول إن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية، والحديث عن انسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة سكان الشمال، والحديث عن فرصة أخيرة لحماس، ولكن من دون وقف إطلاق نار تام، وإنما فقط لعدة أسابيع. هل يمكن لمصر أن ترعى هكذا اتفاق؟ لا أظن، لأن أي هجوم على رفح هو هجوم على مصر. أي هجوم على رفح هو تهديد صريح للأمن القومي المصري، وقد سبق أعلنت القيادة المصرية بوضوح لا لبس فيه إن لو حدث هجوم على رفح فسوف تعلن تجميد كامب ديفيد وكافة اتفاقيات السلام مع العدو الصهيوني. وبالتالي لا أظن أن هذا الكلام صحيح، لأن مصر من مصلحتها ومصلحة أمنها القومي ألا يتم هذا الهجوم على رفح وأن يتم وقف إطلاق النار. هذا لن يكون في صالح مصر بأي حال من الأحوال، والفرصة أمام العدو الصهيوني وليست أمام حماس. حماس غير مطالبة بتقديم أي تنازلات. العدو الصهيوني هو الذي عليه أن يتنازل ويتراجع ويستجيب للمطالب المشروعة، أما غير ذلك فنحن ندخل في نفق مظلم. هل تتوقع أن تحمل مصر حماس المسؤولية عن عرقلة أي صفقة قد تتوصل فيها إلى تهدئة معينة، خصوصا وأن الكيان الإسرائيلي يدفع بهذا الاتجاه؟ هناك استحالة أن يصدر عن مصر أي تحميل للمقاومة الفلسطينية ككل وليس حماس فقط، لأن المقاومة بفصائلها كلها تقاتل في معركة الشرف والكرامة، معركة طوفان الأقصى، وبالتالي فهناك استحالة أن يصدر هذا الموقف عن الجانب المصري، بل إن مصر أدانت المواقف الإسرائيلية عشرات المرات منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا، وأدانت كافة الممارسات الإسرائيلية، وبالتالي هذا أمر مستبعد تماما ولا يمكن أن يحدث بأي حال من الأحوال. فحماس لم تفعل شيء. إسرائيل والكيان الصهيوني هو الذي قتل 34,500 شهيد حتى الآن، وأصاب أكثر من 75,000، ويمارس حرب الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير قطاع غزة. كل الجرائم يرتكبها الكيان الصهيوني، فكيف تتم إدانة المقاومة الفلسطينية؟ أيضا جرى الحديث مع الوفد المصري عن تسويات بعيدة المدى. هل هنا الحديث عن ما بعد طوفان الأقصى، ما بعد انتهاء المعارك؟ يعني ما المقصود من تسويات بعيدة المدى، أم أمر قد يتعلق بمصر تحديدا؟ المفترض المقصود حسب تصوري ورؤيتي ووجهة نظري أن يكون هناك اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، وأن يتم الانسحاب الإسرائيلي، وأن الخطوات المستقبلية أن تقام الدولة الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية. هذا هو ما أفهمه في الخطوات المستقبلية، وأن يكون قيام الدولة الفلسطينية وممثليها الذين يحددهم أبناء الشعب العربي الفلسطيني وفقط، وليس أي جهة أخرى. هذا هو ما أفهمه عن المستقبل. برأيك نتنياهو الذي ورط الكيان الإسرائيلي بحرب طويلة الأمد تختلف عن استراتيجية الحروب التي خاضها الكيان الإسرائيلي منذ سنوات؟ هل يمكن أن يسمح بأي اتفاق قد يهدئ الأمور ويخرجه من دون إنجاز؟ يعني مع تقديري أن الأمر لا يخضع لنتنياهو فقط كما يتخيل البعض أو كما يروج الإعلام أحيانا. نحن نواجه كيانا صهيونيا عنصريا إجراميا لا يمثله نتنياهو فقط، إنما كيان ككل كيان إجرامي. وأعتقد أن المسألة ليست مسألة توريط بقدر هي مسألة عقيدة راسخة لدى الكيان الصهيوني العنصري بإقامة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، ويروا أنها فرصة ذهبية تاريخية لا تتكرر أن يتم تحقيق أكبر قدر ممكن من خطوات إنشاء الكيان الإسرائيلي أو إسرائيل الكبرى في ظل انهيار للأمة العربية، في ظل حالة تردي غير مسبوقة، في ظل أنظمة عربية معادية تماما للشعوب العربية والقضية العربية،
ولا ترى في الدنيا سوى أن تكون في الذيل الأمريكي. في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي قد لا تتكرر مرة أخرى، يجد الكيان الصهيوني أن أمامه الفرصة الذهبية التاريخية لكي يحتل رفح ويكمل احتلال قطاع غزة ويطرد الفلسطينيين من غزة ومن الضفة، ولكن هو لم يستطع صفقة القرن ويتم طرد. ولكن هو لم يستطع. نعم، هو لم يستطع أن يحقق أي إنجاز في غزة. نعم، تسمعنا؟ هو لم يستطع في غزة، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز. هو لن أيضا يستطع في خان يونس بإذن الله. هو لن يستطع ولن يستطع بإذن الله. سيدي الفاضلة، هو لم يستطع، وبإذن الله لن يستطع، ولكنه يحلم ويتخيل بأنه قادر على ذلك. ولكن أن أطماع العدو الصهيوني لا تتوقف عند حدود رفح ولا قطاع غزة، إنما هو يضع في حسبانه ضرورة الدخول إلى سيناء واحتلال أكبر قدر ممكن منها، أنه يسير في خطوات متدرجة، ويرى أن عليه أن يحاصر مصر من الأمام من سيناء ومن الخلف حيث يتم حجب مياه النيل عن طريق سد الأثيوبي، سد النهضة الأثيوبي. إنها مؤامرة كبرى تستهدف الأمة العربية وتستهدف مصر الكيان والدولة بصرف النظر عن الأشخاص، وتستهدف الكيان العربي ككل. لديهم خطوات متدرجة وعقيدة واستراتيجية ومنهج يعملون فيها في ظل تأييد كامل ودعم كامل أمريكي ومظلة غربية من الناتو. اليوم أمريكا داخلة في المعركة من 7 أكتوبر بكل ما تملك، وتقييم قاعدة بحرية في غزة للناتو وللأمريكان، وتسعى بكل ما أوتيت بقوة أن تنتصر إسرائيل في هذه المعركة، لأنها معركة في حقيقة الأمر مع أمريكا وحلف الشمال الأطلنطي المسمى بالناتو. هذه هي الحقيقة. نعم، يعني ما تقوله الآن يقارب المنطق بجزء كبير منه. طيب، إذا كانت فعلا يعني ما تقوله هو الواقع وهو ما تسعى إليه إسرائيل، لماذا نرى بأن النظام المصري يعني لا يتعاطى بالجدية الكافية ولا يتعاطى بنبرة مرتفعة لوقف هذا المشروع التمددي؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول أن النظام المصري لا يتعاطى بالجدية الكافية. يعني هناك خطوات كثيرة تتم على مستويات عديدة تنم عن جدية، ثم أن الأمر أي نظام حكم في أي دولة في العالم في مثل هذه الظروف لابد أن يكون لديه أقصى درجة من الجدية. هذا أمر طبيعي، لأن هناك خطر حقيقي يهدده على حدوده. هذا أمر طبيعي. فهي يعني لست أدري ما هي المقصود بالجدية، لكن يعني الموقف العربي ككل هو لماذا لا نرى في حالة سيئة للغاية، مستوى ضاغط. نعم، يعني لماذا لا نرى تعاطي ضاغط من قبل النظام المصري على الكيان الإسرائيلي، على اعتبار أن الجانبين تجمعهما اتفاقية كامب ديفيد؟ يعني حتى المساعدات منذ 7 أشهر ما زالت تقف على بوابة رفح. لكن النظام المصري أعلن، يعني النظام المصري أعلن أنه سوف يلغي معاهدة السلام واتفاقية السلام وكامب ديفيد في حالة حدوث اجتياح لرفح. وأعتقد أن ده موقف مقبول ومتقدم عن موقف القمة العربية التي عقدت في الرياض ولن تنتهي إلى شيء، بل فشلوا فشلا ذريعا في استخدام أي ورقة ضغط ضد العدو الصهيوني. فهي القضية قضية الأمة العربية ككل للأسف الشديد، الأنظمة العربية. عشان كده قلت دي مرحلة تاريخية نادرة بالنسبة للكيان الصهيوني أن يجد هذا الانبطاح، ففرصة ذهبية كان يحقق له إنجازات لا يحلم بها. هذه هي المشكلة الحقيقية. يعني ماذا عن موقف دول عربية أخرى كالإمارات والسعودية الذين يدعمون الكيان الصهيوني بالوقود وبالمساعدات الغذائية والاقتصادية وغيرها؟ ماذا نقول في ذلك؟ يعني شيء مأساوي. والأردن الذي يقدم الخضر والفاكهة وغيرها لازم. نحن مأساة عربية. لكن أنا رأيي أن الموقف يحمل كثير من عوامل الانتصار بإذن الله. وفي الدرجة الأولى
هذه العوامل ترتكز على الصمود الأسطوري البطولي التاريخي غير المسبوق للشعب العربي الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية البطلة والباسلة. نعم. طيب، التهديد المصري بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد فيما لو حدثت عملية رفح برأيك هل يمكن أن ينفذ؟ هل من أرضية لتنفيذه؟ لم أسمع السؤال جيدا. لم أسمع السؤال جيدا. هددت مصر بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد فيما لو تم يعني اجتياح رفح. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يجد هذا التهديد أرضية لتنفيذه؟ أعتقد أن هناك أرضية كبيرة لتنفيذه، وأعتقد أن ليس هناك بديل عن تنفيذه. لأن الأمن القومي المصري سيكون قد تم ليس تهديده، إنما قد تم اختراقه بالفعل، لأن القتال في رفح يعني القتال في سيناء، يعني أننا في موقف في منتهى الخطورة بالنسبة لمصر وغير مسبوق، وليس أمام القيادة المصرية سوى أن تلغي كامب ديفيد بمعاهدة السلام بكل مشمولاتها وتنهي الحجة الفارغة التي تتحجج بها أنظمة عربية أخرى مماثلة. ولكن مصر تحديدا سوف تكون في موقف محرج، خصوصا وأنها تخوض الآن مسار المفاوضات نحو التوصل إلى تهدئة، وقد لا يؤول هذا المسار إلى الوصول إلى تهدئة تناسب الطرفين، وبالتالي سيكون موقفها محرج أمام ما يريد ليس محرجا. لا ليس محرجا، لأن اللائمة سوف تكون على الجانب الصهيوني الإسرائيلي المجرم. فشل أي اتفاق يعني التعنت من الجانب الإسرائيلي، فليس هناك إحراج، بل بالعكس هناك فتح وتعرية وكشف للعدو الصهيوني المكشوف أصلا والعاري أصلا أمام الضمير الإنساني والعالمي للأسف، لكن أمام ما يسمى بالمجتمع الدولي الخاضع للهيمنة الصهيونية والأمريكية والماسونية للأسف لا يرون شيئا ولديهم عمى البصر والبصير. طيب، أريد أن أسأل سؤال أخير أستاذ حسن، ما هي السيناريوهات التي تتوقعها أمام كل هذه المعطيات؟ كل السيناريوهات مفتوحة، ولا أستطيع أن أؤكد أن هناك سيناريو بعينه سوف ينفذ. كل السيناريوهات مفتوحة. الوصول لاتفاق ممكن، الدخول في حرب شاملة ممكن، نقل المعركة على الأرض المصرية في سيناء ممكن، حدوث أشياء لم تكن تخطر على البال ممكن، دخول السلام العالمي كله في خبر كان ممكن، تحول الموضوع إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط تؤجل حرب عالمية ممكن. كل السيناريوهات مطروحة، ولا أستطيع أن أؤكد على السيناريو بعينه. الأمر متوقف على الأيام القليلة القادمة فيما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في 30 إبريل، وبعدها سوف نرى إن كان سوف يقوم بهجومه أو لا يقوم بهجومه. الأمر أمامه بضعة أيام ونرى أي سيناريو سوف يطبق على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن بديع، الكاتب والباحث السياسي، كنت معي من مصر. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا هذه الحلقة.